بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أحييكم مجددا من قناة سلام الإعلامية المباركة في هذا اللقاء الأسبوعي في برنامج مع اللغة العربية. أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرجو لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. هذه هي الحلقة رقم 38 بعد 100 بحمده تعالى، وهي حلقة إن شاء الله ستكون متصلة مع الحلقة قبل السابقة، حديثنا وقراءتنا من كتاب البيان والتبيين للجاحظ. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. في باب الصمت، طبعا كتاب البيان والتبيين يحتوي جملة من الأبواب. من باب الصمت نقرأ ما يلي: كان أعرابي يجالس الشعبية يطيل الصمت، فسئل عن طول صمته فقال: أسمع فأعلم، وأسكت فأسلم. وقالوا: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وقالوا: مقتل المرء بين لحييه وفكيه. وأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بطرف لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. وقالوا: ليس شيء أحق بطول سجن من لسان. وقالوا: اللسان سبع عقور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصاد ألسنتهم؟ وقال ابن الأعرابي عن بعض أشياخه: تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطل في كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد شرا من طلاقة اللسان. وقال العياشي وخالد بن خداش: حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن مطرف عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد، فقلنا: يا رسول الله، أنت سيدنا، وأنت أطولنا علينا طولا، وأنت الجفنة الغراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال خالد بن عبد الله القسري لعمرو بن عبد العزيز رحمه الله: من كانت الخلافة زانته فقد زنتها، ومن شرفته فقد شرفتها، فأنت كما قال الشاعر: وتزيدن أطيب الطيب طيبا أن تسميه أين مثلك أين. وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. فقال عمرو: إن صاحبكم أعطي مقولا ولم يعطى معقولا. وقال الشاعر: لسانك معسول ونفسك شحة، ودون الثريا من صديقك مالك. وأخبرنا بإسناد له أن ناسا قالوا لابن عمرو: ادعوا الله لنا بدعوات. فقال: اللهم ارحمنا وعافنا وارزقنا. فقالوا: لو زدتنا يا أبا عبد الرحمن. قال: نعوذ بالله من الإسهاب. وقال أبو الأسود الدؤلي في ذكر الإسهاب: يقولها في الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة بن المغيرة، والحارث هو القباع، وكان خطيبا في وجوه قريش ورجالهم.
وإنما سمي القباع لأنه أتى بمقتل لأهل المدينة، فقال إن هذا المقتل لقباع، فسمي به. والقباع يعني الواسع الرأس القصير. وقال الفرزدق لجرير، طبعا كانت في مناوشات بين الفرزدق وجرير: وقبلك ما أعييت كاسر عينه زيادا فلم تقدر علي حبائله، فأقسمت لا آتيه 90 حجة ولو كسرت عنق القباع وكاهله. وقال أبو الأسود الدؤلي: أمير المؤمنين جزيت خيرا، أرحنا من قباع بني المغيرة، بلوناه فلمناه فأعيا علينا ما يمر لنا مريرا، على أن الفتى نكح أكول وإسهاب مذاهبه كثيرا. وقال الشاعر: إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللصرم جالب. وقال أبو العتاهية، هذا شاعر حكيم، إن شاء الله يوم كده نطالع ونقرأ من أبي العتاهية: والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حين، كل امرئ في نفسه أعلى وأشرف من قرين. وكان سهل بن هارون يقول: سياسة البلاغة أشد من البلاغة، كما أن التوقي على الدواء أشد من الدواء. وكانوا يأمرون بالتبين والتثبت، وبالتحرز من زلل الكلام، ومن زلل الرأي، ومن الرأي الدبري. والرأي الدبري هو الذي يعرض من الصواب بعد مضي الرأي الأول وفوت استدراكه. وكانوا يأمرون بالتحلم والتعلم، وبالتقدم في ذلك أشد التقدم. وقال الأحنف، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: تفهموا قبل أن تسودوا. وكان يقول رضي الله عنه: السؤدد من السواد. وأنشدوا لكثير عزة: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. والوازع هو الناهي، والوزعة جمع وازع، وهم الناهون والكافون الذين يكفون الناس عن شر أعمالهم. وقال الأفوه الأودي: أضحت قرينة قد تغير بشرها، وتجهمت بتحية القوم العدا، ألوت بإصبعها وقالت إنما يكفيك مما لا ترى ما قد ترى. وأنشد: أبدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهيت أو فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك تعذر إن وعظت، ويقتدى بالقول منك، ويقبل التعليم. قالوا: وكان الأحنف أشد الناس سلطانا على نفسه، وكان الحسن أترك لما نهي عنه. وقال الآخر: لا تعذراني في الإساءة، إنه شر الرجال من يسيء فيعذر. وقال الكميت بن زيد الأسدي: ولم يقل بعد زلة لهم عند المعاذير إنما حسبوا. وأنشدني الأحوص بن محمد قال: قامت تخاصرني بقنتها، خود تأطر غادة بكر، كل يرى أن الشباب له في كل مبلغ لذة عذر. تخاصرني يعني أخذ بيدها وتأخذ بيدي. والقنة المواضع الغليظة من الأرض في صلابة، والخود الحسنة الخلق، تأطر تتثنى، والغادة الناعمة اللينة.
وقال جرير في فوت الرأي: ولا يتقون الشر حتى يصيبهم ولا يعرفون الأمر إلا تدبرا. ومدح النابغة ناسا بخلاف هذه الصفة فقال: ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب لازب. اللازب واللازم واحد، واللازب في مكان آخر اليابس. قال الله عز وجل: من طين لازب. والزبات السنون الجدبة. وأنشد: هفى هفوة كانت من المرء بدعة، وما مثله من مثلها بسليم، فإن يك أخطأ في أخيكم فربما أصاب التي فيها صلاح تميم. وقال قائل عند يزيد بن عمرو بن هبيرة: والله ما أتى الحارث بعد شريح بيوم خير قط. فقال له الترجمان بن هزيم: ألم يك أتى بيوم خيبر، عفوا، ألم أتى بيوم خير فقد أتى بيوم شر. وذهب الترجمان ابن هزيم إلى مثل معنى قول الشاعر: وما خلقت بنو زمان إلا أخيرا بعد خلق الناس طرا، وما فعلت بنو زمان خيرا وما فعلت بنو زمان شرا. ومن هذا الجنس من الأحاديث وهو يدخل في باب الملح. قال الأصمعي: وصلت بالعلم ونلت بالملح. قال رجل مرة: أبي الذي قاد الجيوش وفتح الفتوح وخرج على الملوك واغتصب المنابر. فقال له رجل من القوم: لا جرم، لقد أسر وقتل وصلب. فقال له المفتخر بأبيه: دعني من أسر أبي وقتله وصلبي، أبوك أنت حدث نفسه بشيء من هذا قط؟ ويقول الجاحظ: قد سمعنا رواية القوم واحتجاجهم، وأنا أوصيك أن لا تدع التماس البيان والتبين إن ظننت أن لك فيه طبيعة، وأنهما يناسبانك بعض المناسبة ويشاكلانك في بعض المشاكلة، ولا تهمل طبيعتك فيستولى الإهمال على قوة القبيحة ويستبد بها سوء العادة. وإن كنت ذا بيان وأحسست من نفسك بالنفوذ في الخطابة والبلاغة وبقوة المنة يوم الحفل، فلا تقصر في التماس أعلاها سورة، وارفعها في البيان منزلة، ولا يقطعنك تهيب الجهلاء وتخويف الجبناء، ولا تصرفنك الروايات المعدولة عن وجوهها والأحاديث المتناولة على أقبح مخارجها. وكيف تطيعهم بهذه الروايات المعدولة والأخبار المدخولة وبهذا الرأي الذي ابتدعوه من قبل أنفسهم؟ وقد سمعت الله تبارك وتعالى ذكر داود النبي صلوات الله عليه فقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. فجمع له بالحكمة البراعة في العقل، والرجاحة في الحلم، والاتساع في العلم، والصواب في الحكم، وجمع له بفصل الخطاب تفصيل المجمل وتخليص الملتبس، والبصر بالحز في موضع الحز، والحسم في موضع الحسم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شعيب النبي عليه السلام فقال: كان شعيب خطيب الأنبياء، وذلك عند بعض ما حكاه الله عنه في كتابه وحلاه لأسماع عباده. فكيف تهاب منزلة الخطباء وداود عليه السلام سلفك وشعيب إمامك، مع ما
تلونا عليك في صدر هذا الكتاب أي البيان والتبيين من القرآن الحكيم والآي الكريم، وهذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدونة محفوظة ومخلدة مشهورة، وهذه خطب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء ينافحون عنه وعن أصحابه بأمره، وكان ثابت بن قيس ابن الشماس الأنصاري خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفع ذلك أحد. وقد تحدثنا عن ذلك شاعر في حلقات سابقة فيما أظن. فأما ما ذكرتم من الإسهاب والتكلف والخطل والتزيد فإنما يخرج إلى الإسهاب المتكلف وإلى الخطل المتزيد. فأما أرباب الكلام ورؤساء أهل البيان والمطبوعون المعاودون وأصحاب التحصيل والمحاسبة والتوقي والشفقة والذين يتكلمون في صلاح ذات البين وفي إطفاء نائرة أو في حمالة أو على منبر جماعة أو في عقد إملاك بين مسلم ومسلمة، فكيف يكون كلام هؤلاء يدعو إلى السلاطة والمراء وإلى الهذر والبذاء وإلى النفج والرياء؟ ولو كان ذلك كما يقولون لكان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أكثر الناس فيما ذكرتم. فلما خطب صعصعة بن صوحان عند علي بن أبي طالب وقد كان ينبغي للحسن البصري أن يكون أحق التابعين بما ذكرتم؟ قال الأصمعي: قيل لسعيد بن المسيب: ها هنا قوم نساك يعيبون إنشاد الشعر. قال: نسكوا نسكا أعجميا. وزعمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شعبتان من شعب النفاق، البذاء والبيان، وشعبتان من شعب الإيمان، الحياء والعي. ونحن نعوذ بالله من العي، ونعوذ بالله أن يكون القرآن يحث على البيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على العي، ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البذاء والبيان. وإنما وقع النهي عن كل شيء جاوز المقدار، ووقع اسم العي على كل شيء قصر عن المقدار، فالعي مذموم والخطل مذموم، ودين الله تبارك وتعالى بين المقصر والغالي. وها هنا روايات كثيرة مدخولة وأحاديث معلولة، ورووا أن رجلا مدح الحياء عند الأحنف، وأن الأحنف قال: بما يعود ذلك ضعفا، والخير لا يكون سببا للشر، ولكننا نقول إن الحياء اسم لمقدار من المقادير، ما زاد على ذلك المقدار فسمه ما أحببت. وكذلك الجود اسم لمقدار من المقادير، فالسرف اسم لما فضل عن ذلك المقدار، وللحزم مقدار، فالجبن اسم لما فضل عن ذلك المقدار، وللاقتصاد مقدار، فالبخل اسم لما خرج عن ذلك المقدار، وللشجاعة مقدار، فالتهور والخور اسم لما جاوز ذلك المقدار. لازلتم سيداتي سادتي مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، نقرأ عليكم من كتاب البيان والتبيين للجاحظ. فاصل قصير ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إليكم بحمد الله تعالى والعود أحمد. وأنا أقرأ في مسألة الحياء. آه، في يوم من الأيام ونحن في صالون الأصالة لفراج الطيب السراج رحمة الله عليه في السودان، في درمان تحديدا، وفي حي أبروف، ذات يوم قرأ علينا الأستاذ فراج الطيب آه، هذا الكلام الجميل، وأنا أتشرف أن أذكره. كان يتحدث عن الحياء، والحياء شطر الإيمان. فقال: سئل الإمام علي رضي الله عنه: يا عليا، نراك تقاتل قتال من لا يخشى الموت، ألا تخف؟ ألا يدخل في جوفك الخوف؟ فقال الإمام علي رضي الله عنه: كل ذي كبد رطبة يخاف، كل ذي كبد رطبة يخاف، لكنه الحياء. قال: الحياء هو الذي يتركني أن أتزحزح، طبعا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فانظر إلى الحياء كيف فسره الإمام علي. قال: كل ذي كبد رطبة يخاف، لكنه الحياء. رضي الله عن الإمام علي. نواصل ما انقطع من حديث من كتاب البيان والتبيين للجاحظ. وهذه الأحاديث ليست لعامتها أسانيد متصلة، فإن وجدتها متصلة لم تجدها محمودة، وأكثرها جاءت مطلقة، مطلقة ليس لها حامل محموم ولا مذموم. فإذا كانت الكلمة حسنة استمتعنا بها على قدر ما فيها من الحسن. فإن أردت أن تتكلف هذه الصناعة وتنسب إلى ذلك الأدب، فقرأت قصيدة أو حبرت خطبة أو ألفت رسالة، فإياك أن تدعوك ثقتك بنفسك ويدعوك عجبك بثمرة عقلك إلى أن تنتحله وتدعيه، ولكن أعرضه على العلماء في عرض رسائل أو أشعار أو خطب. فإن رأيت الأسماع تصغي له والعين تحدج إليه، ورأيت من يطلبه ويستحسنه، فانتحله. فإن كان ذلك في ابتداء أمرك وفي أول تكلفك، فلم تر له طالبا ولا مستحسنا، فلعله أن يكون ما دام ريضا قضيبا تعنيسا أن يحل عندهم محل المتروك. فإن عاودت أمثال ذلك مرارا فوجدت الأسماع عنه منصرفة والقلوب لاهية، فخذ في غير هذه الصناعة، واجعل رائدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه، أو زهدهم فيه. قال الشاعر: إن الحديث تغر القوم خلوته، حتى يلح بهم عي وإكثار. وفي المثل المضروب: مجر في الخلا مسر، ولم يقولوا مسرور، وكل صواب. فلا تثق في كلامك برأي نفسك، فإني ربما رأيت الرجل متماسكا وفوق المتماسك، حتى إذا صار إلى رأيه في شعره وفي كلامه وفي ابنه، رأيته متهافتا وفوق المتهافت. وكان زهير ابن أبي سلمى، وهو أحد الثلاثة المتقدمين، يسمي كبار قصائده الحوليات. وقال نوح بن جرير: قال الحطيئة: خير الشعر الحولي.
المنقح. وقال البعيث الشاعر وكان أخطب الناس: إني والله ما أرسل الكلام قضيبا خشيبا، وما أريد أن أخطب يوم الحفل إلا بالبائت المحك. وكنت أظن أن قولهم محك كلمة مولدة، حتى سمعت قول الصعب ابن علي الكناني يقول: أبلغ فزازة إن الذئب آكلها، وجائع سغب شر من الذيب، أدل أطلس ذو نفس محككة، قد كان طار زمانا في التعاسيب. وتكلم يزيد ابن إبان الرقاشي، ثم تكلم الحسن وأعرابيان حاضران، فقال أحدهما لصاحبه: كيف رأيت الرجلين؟ قال: أما الأول فقاص مجيد، وأما الآخر فعربي محكك. ونظر أعرابي إلى الحسن فقال له رجل: كيف تراه؟ قال: أرى خيشوم حر. وأرادوا عبد الله بن وهب الراسبي على الكلام يوم عقدت له الخوارج الرياسة، فقال: وما أنا والرأي الفطير والكلام الغضيب. ولما فرغوا من البيعة له قال: دعوا الرأي يغب، فإن غبوبه يكشف لكم عن محضه. وقيل لابن التوأم الرقاشي: تكلم. فقال: ما أشتهي الخبز إلا بائتا. وقال عبيد الله بن سالم لرؤبة: مت يا أبا الجحاف إذا شئت. قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت اليوم عقبة ابن رؤبة ينشد شعرا له أعجبني. فقال رؤبة: نعم، إنه ليقول، ولكن ليس لشعره قران. وقال الشاعر: مهاذبة مناجبة قران، منادبة كأنهم الأسود. يريد بقوله قران التشابه والموافقة. وقال عمرو بن لجأ لبعض الشعراء: أنا أشعر منك. قال: وبما ذلك؟ قال: لأني أقول البيت وأخاه، وتقول البيت وابن عمه. وذكر بعضهم شعر النابغة الجعدي فقال: مطرف بآلاف وخمار بواف. وقال الأصمعي يفضله من أجل ذلك، وكان يقول: الحطيئة عبد لشعره، عاب شعره حين وجده كله متخيرا منتخبا مستويا لمكان الصنعة والتكلف والقيام عليه. وقالوا: لو كان شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري كان مفرقا في أشعار كثيرة، لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات، ولصار شعرهما نوادر سائدة في الآفاق. ولكن القصيدة إذا كانت كلها أمثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر، ومتى لم يخرج السامع من شيء إلى شيء لم يكن لذلك النظام عندها موقع. وقال بعض الشعراء لرجل: أنا أقول في كل ساعة قصيدة، وأنت تقرضها في كل شهر، فلم ذلك؟ قال: لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من شيطانك. قالوا: وأنشد عقبة ابن رؤبة أباه رؤبة بن العجاج شعرا، وقال له: كيف تراه؟ قال له: يا بني، إن أباك ليعرض له مثل هذا يمينا وشمالا، فلم يلتفت إليه. وقد رووا ذلك في زهير وابنه كعب بن زهير. وقيل لعقيل ابن علفة: لما
لا تطيل الهجاء. قال: يكفيك من القلادة ما أحاط بالعنق. وقيل لأبي المهووس: لم لا تطيل الهجاء؟ قال: لم أجد المثل النادر إلا في بيت واحد، ولم أجد الشعر السائر إلا بيتا واحدا. وقال مسلمة بن عبد الملك لنصيب: يا أبا الحجناء، أما تحسن الهجاء؟ قال: أما تراني أحسن مكان عافاك الله؟ لا عافاك الله. ولام الكميت ابن زيد على الإطالة فقال: أنا على القصار أقدر. وقيل للعجاج: ما لك لا تحسن الهجاء؟ قال: هل في الأرض صانع إلا وهو على الإفساد أقدر؟ وقال: رؤبة الهدم أسرع من البناء. وهذه الحجج التي ذكروها عن نصيب والكميت والعجاج ورؤبة إنما ذكروها على وجه الاحتجاج لهم، وهذا منهم جهل إن كانت هذه الأخبار صادقة. وقد يكون الرجل له طبيعة في الحساب وليس له طبيعة في الكلام، وقد يكون له طبيعة في التجارة وليست له طبيعة في الفلاحة، يعني المهارة يعني. وقد يكون له طبيعة في الحداء أو في التعبير أو في القراءة بالألحان، وليس له طبيعة في الغناء. وإن كانت هذه الأنواع كلها ترجع إلى تأليف اللحون، ويكون له طبيعة في الناي وليس له طبيعة في السرناي، ويكون له طبيعة في قصبة الراعي ولا يكون له طبيعة في القصبتين المضمومتين، ويكون له طبع في صناعة اللحون ولا يكون له طبع في غيرها، ويكون له طبع في تأليف الرسائل والخطب الأسجاع ولا يكون له طبع في قرض بيت واحد، ومثل هذا كثير جدا. أذكر أن أحد الأصدقاء هو حافظ لكتاب الله، أحييه، وهو إذا استمع لهذا البرنامج سيعرف اسمه. فكنت أتحدث وإياه في الخرطوم بعد أن خرجنا من البلد، أخرجونا منها أهلها أو أهلوها يعني. وهو حافظ لكتاب الله ويقرأه بأكثر من قراءة يعني. فكنا نتحدث عن الشعر وما إلى ذلك، فقال لي: لقد حاولت مرارا وتكرارا يعني أن أقول الشعر، لم أستطع، لم أتمكن حتى أن أقرأ بيتا واحدا، فماذا أفعل؟ هكذا هو يتحدث بحسرة يعني. فقلت له: يا شيخنا، أنت ربنا عوضك مما ما هو أفضل من الشعر. قال لي: ماذا؟ ونسي أنه هذا الجنون، جنون الشعر، ينسي ما عليك من فضائل الله سبحانه وتعالى. فماذا؟ قال لي: ماذا؟ قلت له: يا أخي، أنت تحفظ أشرف الكلام وأطيب الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم، وهو الذي أنت أدرى مني بالقرآن، فماذا يكون الشعر مع القرآن؟ قال لي: لقد صدقت يعني، نعم، فربنا أعطاك كلامه، قلت له: أنت تحفظه وتقرأه بأكثر من قراءة، من رواية. قال لي: نعم والحمد لله. أنا نسيت شوية، قال، وقال: هذا فضل من الله وبتاع، وتحدثنا عن القرآن وفضله كده. والرجل استمر في الحديث، فعاد الأمر مرة ثانية، قال لي: كل الذي قلته صح، وأنا الحمد لله أشكر الله، لكن الشعر هذا، قال لي نفسي تحدثني بالشعر يعني. شوف هذا الشعر يعني. قال لي: لكن الشعر برضو أهواه يعني، وما قادر أكتب يعني. والشعر طبعا يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أقول له: لكل إنسان طبيعة وحظوظ في هذه الدنيا. أعود إلى عمنا الجاحظ رحمة الله عليه.
قال: وكان عبد الحميد الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامهما وألسنتهما لا يستطيعان من الشعر إلا ما يذكر مثله. شوف يعني. وقيل لابن المقفع في ذلك فقال: الذي أرضاه لا يجيئني، والذي يجيئني لا أرضاه. كلام جميل يعني. وهذا الفرزدق وكان مشتهرا بالنساء، وهو في ذلك ليس له بيت واحد في النسيب مذكور، ومع حسبه لجرير، وجرير عفيف لم يعشق امرأة قط، وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا. وفي الشعراء من لا يستطيع مجاوزة القصيد إلى الرجز، ومنهم من لا يستطيع مجاوزة الرجز إلى القصيد، ومنهم من يجمعهما كجرير وعمرو بن لجأ وابن النجم وحميد الأرقط والعماني، وليس الفرزدق في طواله بأشعر منهم في قصاره. وفي الشعراء من يخطب، وفيهم من لا يستطيع الخطابة، وكذلك حال الخطباء في غرض الشعر، وشاعر النفس قد تختلف حالاته. وقال الفرزدق: أنا عند الناس أشعر الناس، وربما مرت علي ساعة ونزع ضرسي أهون علي من أن أقول بيتا واحدا. وقال العجاج: لقد قلت أرجوزة التي أولها بكيت والمختزن البكي، وإنما يأتي الصبا الصبي أطربا وأنت قنصري، والدهر بالإنسان دواري. يعني دنيا دوارة يعني. وحقيقة ما كل الشعراء يتقنون حتى قراءة أشعارهم. وقد ذكر أن أمير الشعراء أحمد شوقي لم يكن مجيدا في أدائه للشعر، حتى قصائده وأمير الشعراء. فأمير الشعراء يفضل أن تستمع، أن تقرأ له ولا تسمع إليه. بعكسه كان حافظ إبراهيم شاعر النيل، يعني أداؤه جميل وشعره جميل طبعا، وبايع أمير الشعراء أحمد شوقي ما في شك. فكان يتميز عن أمير الشعراء بحسن الأداء. كثير من الشعراء لا يجيدون فن الإلقاء يعني. وربما لهذا السبب كان السودان في عهده الأول يهتم بهذا الأمر كثيرا، فن الإلقاء الشعري. والناس بعد الطلاب أعني لم يدخلوا حلبة الشعر، فتبدأ بفن الإلقاء الشعري. وفراج الطيب السراج رحمة الله عليه هو أستاذ الأداء فيما عاصرنا. الشاعر سيف الدين الدسوقي رحمة الله عليه كان أداؤه ممتاز. اللواء المرحوم أبو قرون، عبد الله أبو قرون، كان له شعر قوي، لكن الأداء لم يكن بذلك المستوى. وكثير من الشعراء. وعندنا الشاعر المصري فاروق جويدة. فاروق جويدة شاعر مجيد معاصر حي يرزق يعني، نسأل الله له الصحة والعافية وأن يمد في عمره. وهو شاعر يعني فحل مجيد، والذي قال عندما رأى ما آلت إليه أوضاع بلاده، قال لها: لا أنت مصر ولا السماء سماك، مدي يديك تكلمي لأراك. قصيدة قوية. ويوم كنت بقاهرة المعز قبل أن آتي إلى هذه البلاد البعيدة، دار بيني وبينه حديثا عبر الهاتف وأنا في جامعة الدول العربية لأصدقائي وأحبتي السلام والتحية والشوق يعني. وأقول لهم: ولو أن شوقي قد توزع بينكم لقلدكم ماسا من الحب مطبق، ولو أن سرجي قد سرى نجم سابح لفاض عميما من لمى النظم فيهق، أسوح به كل الديار وأنتشي على سرج موزونة الطهر ألبق.
هذه في قصيدة يعني، طوق وشوق يعني. أسأل الله أن يعني يمكننا أن نطلق سراح ذلك الديوان، طوق وشوق إن شاء الله يعني. ف... فدار حديث بيني وبين الشاعر فاروق جويدة، وسلمت عليه وقلت له أنا أتابع إطلالاتك على التلفزيون المصري وهو جيد الإنتاج، لكن كنت أعتب عليه، وآسف على هذا عتاب الحب للأحباب يعني. فبرضه هو يقول هذا المعنى في واحدة من قصائده. كنت أعتب عليه أنه أداؤه ليس بمستوى شعره القوي، وضربنا موعدا وقد أخلفناه يعني، وكنت السبب أنا يعني. لم تمكنني قاهرة المعز أن أزوره وأن أسلم عليه، ولو كنت قابلته كنت سأقول له يا أستاذنا يعني لا تقرأ شعرك، أرمه إلى أي من القراء. بالنسبة لنفسي الأمارة بالسوء يعني، أعوذ بالله من أنا يعني. الحمد لله لقد أعطاني الله سبحانه وتعالى يعني شيئا مقنعا يعني أتقدم به إلى الناس، أقرأ شعري وشعر غيري بالطريقة التي يشيد بها كثير من الناس، وكان على رأس أولئك الذين يشيدون بأدائي يعني. وإن قمت على هذه المسألة وأنا في مرحلة الطلب يعني، الأستاذ الشاعر الكبير رحمة الله عليه محمد عثمان كجراي، أستاذ المدرسة الأدبية المتميزة والمتفردة، له الرحمة والمغفرة، وهو أستاذ في الشعر وفي المدارس الشعرية، فكان يقول لي أنا يعجبني أداء الشعر. وتفضل كان يزورنا في الوزارة، وقد مكث عهدا قليلا في الوزارة، في وزارة الإعلام في قسم الصحافة فترة من الزمن، ولكن بعد أن ترك الوزارة فكان يأتي الوزارة ويقول لي أقرأ من شعري تفضل، وهو كان خطه جميل وشعره جميل، فيقول لي أنا أحب أن أسمع شعري منك يعني. وشكرا له وبارك الله فيه. وهذا يمكن درجنا عليه في الدورات المدرسية. إذا كنت أنا سنة 85 شاركت بفن الإلقاء الشعري على مستوى السودان، مثلت الإقليم الشرقي، ساعتها كان ولاية كسلة والقضارف بور سودان إقليما واحدا أيام النميري 85. فسافرت إلى بخت الرضا، حيث بخت الرضا معهد تأهيل المعلمين السودانيين، فكان احتفاء ببخت الرضا في اليوبيل الفضي لتأسيس ذلك المعهد. فشاركت بقصيدة للمتنبي يعني، يمكن حكيت عنها في يوم من الأيام. ف... وماخذ قصيدة المتنبي يرثي أبا شجاع فاتك، التي يقول فيها الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. كنا نظن دياره مملوءة ذهبا، فمات وكل دار بلقع، وإذا المكارم والصوارم والقنا، وبنات أعوج كل شيء أجمع، أيموت أيعيش أيموت مثل أبا شجاع فاتك، ويعيش حاسده الخصي الأوكع. قصيدة قوية يعني، وكنت أؤديها أداء يعني. فزت على مدارس كثيرة والإقليم بحاله، فجيت على مستوى السودان الثاني بعد أن فازت علي إحدى الطالبات في مدرسة من الدويم، حيث ألقت قصيدة جميلة ما أحسب أنها قصيدتها، لأنه كنا الوقت ذاك لسه يعني إحنا، هي كانت في مستوانا. إذا عايش هذه الشاعرة ما في شك أنه هي شاعرة مجيدة. لا أتذكر اسمها، ولكن أتذكر البيت الذي هزمني، وهي أخذت المرتبة الأولى وأنا جيت المرتبة الثانية على مستوى السودان. فقالت، وكتبها لها أحد الشعراء من بخت الرضا، ف... وتمجد وتتحدث عن المناسبة، بتقول سجل مكانك في التاريخ يا قلم، سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم.
هذا البيت القصيدة طبعا قوية، وأداء طبعا كأنثى كانت جيدة كمان، لكن أحسب أن أدائي لم يكن برضو أقل منها. ربما يعني فازت علي بحسن الاختيار، لأن المناسبة هي بخت الرضا، والقصيدة جاية فشتان ما بين بخت الرضا والمتنبي، وإن كان شاعر العرب الأول، ولكن للمناسبة لها درجات. فأحسب وأظن، وإن بعض الظن إثم، أحسب أنها تقدمت علي بحسن الاختيار، ولو لم تكن في ذلك الاختيار لكان المتنبي هو سيد شعره وسيده. ومن يختار للمتنبي يعني على رأي الأستاذ محمود شكري أبو حلقة، وذلك الأستاذ المصري الذي كان أستاذ اللغة العربية في الثانوية في مدرسة كسل الأكاديمية، وعندما جئته في المنافسة الأولى داخل مدرسة كسل الثانوية، فقال لي، هو كان يعرفني أنه أنا أحب الشعر وما إلى ذلك، وكان يعطيني دفتر التسميع، تسميع القصائد للطلاب أقران يعني. فيقول لي يا أحمد سمع، هو يكون جالس على كرسيه يتأمل يعني، فأنا أمر على زملائي في الفصل يعني ويقول لي الدرجة 20، أعطي الدرجة التي تراها تطمئن إليها يا أحمد. ف... وكنت أحرج مع أصدقائي، وأصدقائي لم يكونوا من حفاظ الشعر، فأمر عليهم كنت أحرج يعني. أنا لابد أن أكون أمينا، وفي نفس الوقت أصدقائي 2 3 4 أصدقاء القلص يعني. على كل فأعطي الدرجات وأسلم الدفتر في النهاية، فيقول لي أين اسمك؟ فيقول لي اكتب 20 درجة، ولم أسمع أنا. فالفصل يحتج ويقول لي يا أستاذ الرجل لم يسمع، ويقول لهم أنا عارف، أنا أعلم أنه أحمد هو حافظ المقرر كله، وحقيقة أنا كنت حافظ المقرر كله. فيحتج الطلاب فيقول له سمع له، يقول لهم لا أسمع له، أنا عارف وأنا واثق أنه، وليه اديته الدفتر يعني عشان سمع. فأنا أضحك يعني، والجماعة يحتجوا، فلا ما مش يعني احتجاجا هنا، فيقول لو زدتم الاحتجاج سأزيده الدرجة. فيحتج فيقول لي أكتب 25 من 20، فيزيد احتجاج، وأنا أحكيها بالمناسبة، فيزيد احتجاج الفصل مرة أخرى، والشيء بالشيء يذكر يعني، فيقول لي أكتب 30 من 20، ويزيد الاحتجاج 35. أنا أتذكر وقفنا وقال له لو إذا لم توقفوا هذا الاحتجاج سأعطيه الدرجة الكاملة، والدرجة الكاملة في اللغة العربية كلها 100 طبعا، هناك البلاغة والصرف والقراءة وما إلى ذلك. القصائد كان درجة 20، فقال لهم إذا لم تسكتوا سأضيف إليه 5 كل إلى أن أعطيه 100 وما يمتحنش زي. فوقف الاحتجاج عند 35. فأذكر هذه بهذه المناسبة 35 من 20 يعني، والجماعة يقولوا لي يا راجل. فأنا قصدي أنه يعني السودان كان يعلم يعني فن الأداء، والله هكذا صقلونا يعني، هكذا دربونا، ونحن يعني أطفال وأصواتنا ندية وجميلة وكده يعني. فأخذنا من تلك المدارس فن الأداء يعني، واستمعنا إلى شعراء كيف يلقون قصائدهم. الشاعر كجراي كان مجيدا أيضا في حسن الأداء، لكن كثير من الشعراء أنا لاحظت مجيد في شعره لكنه في الأداء ليس بذلك، وهناك من هو مجيد في شعره ومجيد في أدائه. أذكر من زملائي يعني من جيلنا الشاعر الكبير محمد الحاج موسى، وأنا أسميه شيخ الشعراء الإريتريين يعني، شاعر مجيد في فنه في أدائه وفي فكرته ورؤيته، ويكفي أنه قرأ في العراق يعني منبت الشعر ومصنعه، ويعني أرض الشعر يعني وبداره يعني. كذلك الشاعر المجيد عبد الله عمر كرام له التحية، وموجود في المملكة العربية السعودية على رأس العمل للمدرسة العالمية الإريترية. نحن جيل واحد ومن منطقة واحدة، برضو الحاج موسى برضو أستاذنا ومن منطقة واحدة، يعني ناس بركة يعني. فأيضا عبد الله عمر كرام
له أداء جميل وممتاز يعني، وكلنا كان يعجب بأداء الآخر حقيقة يعني. وأنا لا أتقدم أولئك الشاعرين الكبيرين، كان مجيدا، كانا مجيدين ولا يزال حتى اليوم. الشاعر الكبير الراحل كذلك بابكر عوض الكريم، ذلك الإريتري السوداني، وأنا لا أؤمن بهذه الحدود كما أقول دوما، من أبناء أم حجر يعني. يعني كان رجلا فنان في الأداء، في أداء الشعر وجماله. وأنت تسمع من من شعره، من صوته فيطربك ويهزك. وإذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له الشعر. هكذا قال آه، الرصافي الشاعر العراقي: إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس خليقا أن يقال له شعر. يعني ليس مش قراءتي، عند سماعي. والشعر حقيقة هو يسمع. أجمل الشعر عندما تسمع من شاعر، من صاحب الهناية، وزي ما بيقال في السودان يعني إنه سمح القنا في خشم سيده يعني. فعندما يأتي من الشاعر هو يعبر عن إحساسه وعن وجدان وهكذا. فإذا أوتي فن الأداء وفن الإلقاء وفن الفصاحة والخطابة فقد أوتي خيرا كثيرا. كذلك الشاعر محمد مدني، شاعر ذلك الشاعر الفيلسوف، له التحية والسلام، وهو معكم أعتقد هو في أرض الخلافة. ذلك ساحر في الأداء كذلك. أولا شعره يعني كل الأشعار ممكن أن يقرأها آخر إلا شعر محمد مدني والشاعر الفيلسوف، أنا هكذا أسميه. برضو عنده فن أداء جميل يعني. محمد مدني له التحية والسلام يعني. هو شاعر متمرد، ولو لم يتمرد لاستضفناه في هذه القناة المباركة. عموما يعني كما قال: لكل شاعر طبعه، وما كل شاعر خطيب، وما كل خطيب بشاعر. ويقول واصل: بكيت والمختزن البكي. أعود إلى الجاحظ: وإنما يأتي الصبا الصبي أطربا وأنت قنصري، والدهر بالإنسان دواري، وأنا بالرمل فانثالت علي قوافيها انثيالا، وإني لأريد اليوم دونها في الأيام الكثيرة فما أقدر عليه. وقال لي أبو يعقوب الخزيمي: خرجت من منزلي أريد الشماسية، فأبدأت القول في مرثية لأبي التختاخ، فرجعت والله وما أمكنني بيت واحد. وقال الشاعر: وقد يغرض الشعر البكي لسانه، وتعيي القوافي المرأة وهو خطيب. شوف الكلام ده جميل كده: وقد يغرض الشعر البكي لسانه، وتعيي القوافي المرأة وهو خطيب. نعم. مشاهدي الكرام، ما رأيكم أن نتوقف هنا، وربما نعود إلى شيء من هذا البيان الجميل، باب من القول في القوافي الظاهرة واللفظ الموجزة من ملتقطات كلام النساك. قد نعود وقد لا نعود إلى الجاحظ، لكن كانت هذه هي الحلقة الثانية من كتاب البيان والتبيين. دعوني أختم هذه الحلقة بأبيات في بيت واحد وأنا أقرأه: إن الحديث تغر القوم خلوته، حتى يلح حتى يلح بهم عي وإكثار. أنا في إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. يعني في أبيات من قصيدة سميتها الوثبة الأولى، وهي من بدايات القصائد التي كتبتها في بدايات الشعر يعني. عمرها قرابة 30 عاما يعني. فأقول فيها الوثبة الأولى: جهد الصبابة. يا أيها الجمع الكريم قياما،
بل قبل ذاك تحية وسلاما. يا أيها الجمع الكريم قياما، بل قبل ذاك تحية وسلاما. من شاعر متلهف للقائكم، من يوم أن هتف الجميع هياما، أن نلتقي في بهونا هذا الذي يبدو جميلا مزهرا بساما. فانعم به يوما فريدا مبهجا، فانعم به يوما فريدا مبهجا، واكرم بمن في القوم هو إماما. إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. حق علي بأن أكون بقربكم، فهواكم عندي أقام خياما، ويزيدني في كل يوم لهفة، ويزيدني ذاك الضرام ضراما. فأنا السعيد بقربكم، وببعدكم فهواكم في ذي الضلوع علامة، حتى بدا وكأنه من جسمه جسم، وفي هذه البلاد أقاما. إن البلاد إذا تقاتل أهلها زادت على ذاك السقام سقاما. هي قصيدة طويلة يعني. فإن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. ودوما يعني أنا أقرأ هذه الأبيات في الأمسيات إذا ما دعيت، وهي يمكن أن تقرأ في كل المناسبات. ولكم مشاهدي الكرام، إن الحديث إليكم يا إخوتي حق علي وقد يكون لزاما. وأختتم دوما بما نبدأ به من قول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. القرآن الكريم هو زاد الأمة. الشعر هذا والشعراء يعني ليس هو كل شيء، ولكن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد. والشعراء المجيدون حقيقة لهم علاقة بالقرآن الكريم، وأنا أتعجب من شاعر ليس له علاقة بالقرآن الكريم. هذه وكما قال شاعرنا الفحل، يعني الشعر مظنة الغواية إلا لمن تقيد بدروع ثلاث، وهو الإيمان والإكثار من الذكر والعمل الصالح. ومنقول من قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. كتار من الناس يقفون عند الشعراء ويتبعهم الغاوون. وابتسار الآيات والقرآن هذا لازم تقرأ الآية قبل وبعد عشان ما تنزل القرآن منازله، يعني لا تحرف كلام الله كالذين حرفوا وجاءوا بأشياء يعني ما أنزل الله بها من سلطان. فالصحيح أن تقرأ الآية والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. بعدين انتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لكن الثلاثة الدروع زي ما وصفها أستاذنا فراج: أن تعمل العمل الصالح وتذكر الله، إلا الذين آمنوا وعملوا، تؤمن بالله ورسوله وتلتزم بالقيم وتكثر من الذكر وتعمل العمل الصالح. اللهم اجعلنا من الذين يعملون عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم اجعل حسنات هذه المشاهدة، مشاهدين الكرام بالذات الموجودين أهلنا في الداخل، في ميزان حسناتهم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.